المنسق الإعلامي في نادي النهضة. الآن ننتقل إلى الفريق الفائز وأفراح الفريق الفائز. معي حاتم الرشدي، هو من سجل هدف التعادل، بعد ذلك تألق وسجل ركلة جزاء. حاتم مبروكين، مباراة كبيرة قدمته في الدقائق الأخيرة. حاتم يعود بصحار إلى الروح مرة أخرى وبعد ذلك التأهل. أول شيء الحمد لله رب العالمين. طبعا هذه مباريات كاس، خروج مغلوب معروف فيها اللي يعني اللي يظفر بالفوز يتأهل لدور ال 16. الحمد لله رب العالمين. الشوط الأول ضيعنا كان فرصة، مفروض أن نتقدم الشوط الأول. النهضة الجانب الثاني من فلسطين سجل علينا جولين. الحمد لله قدرنا ان نرجع الشوط الثاني ما نستعجل يعني في ان المباراه خلصت خلاص، لا الحمد لله ضيعنا كم فرصه نفس الشيء الشوط الثاني وحققنا التعادل اخر دقائق. وفي البلنتيات الحمد لله رب العالمين كان الحظ من صالحنا عكس السنه الماضيه اللي طلعنا فيها. والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله نتمنى ان نكون جاهزين لدور ال 16 واي فريق نقابله ان شاء الله بنكون جاهزين. حاتم، شو سر تراجع الفريق في الشوط الاول؟ سجلتوا هدف، بعد ذلك تراجع الفريق ما سمح للنهضه بتسجيل هدف التعادل ثم هدف التقدم عليكم. والله مثل ما تقول بعد ما تسجل الفريق الثاني يضغط عليك. هذا يعني هذه كرة القدم. احنا بعد ما سجلنا الجول الاول تراجعنا، بعد ما سجلوا علينا التعادل استفقنا مرة ثانية. تقريبا 3 انفرادات على الجول ضيعناهن. جل علينا الثاني في اخر الدقائق، لكن الحمد لله رب العالمين. الشوط الثاني قدرنا ان نعدل النتيجه، وكان نقدر نسجل الثالث لو كان في وقت، لكن الحمد لله ان طلعنا في البلنتيات وفزنا في البلنتيات الحمد لله. وقعت هدف التعادل خاصه في الدقائق الاخيره، لانه خلاص الجميع توقع ان النهضه خلاص هو من سيتاهل لدور 16. والله هذه كره قدم مثل ما تقول، في اي ثانيه ممكن انك تسجل. لازم ان احنا نكون متفائلين في كره القدم، والحمد لله رب العالمين على موفقين ان شاء الله في دور 16. تسلم حبيبي. اذا هكذا كان معنا حاتم الرشدي لاعب صحارى. الان معنا من تألق ايضا في هذه المباراه، الحارس مطر الوشاحي من صد ركلتي جزاء. مطر، مبروكين، قدمتم مباراه كبيره، صديت ركلتي جزاء. شو سر تألق مطر الوشاحي اليوم؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء الحمد لله على الاداء اليوم، الاداء والنتيجه، ونشكر هالجمهور. الصراحه انا قايل يعني من قبل ان هذا الجمهور يستاهل بطوله، ما يستاهل فوز او فوزين او تصدر دور، يعني تصدر الدوري لين فتره معينه، يستاهل بطوله الصراحه. والحمد لله يعني توفيق من الله، اول واخير توفيق من الله. ومدرب الحراس كابتن اشرف العشري ما مقصر الصراحه معانا، وداود كحال طبعا زميلي في الحراسه وما مقصرين الحمد لله، وشوقي، والحمد لله على كل حال. توقعت اليوم بصراحه تصد ركلتي جزاء؟ والله انا محضر لهذه المباراه الصراحه من اول ما عرفنا انه ويا النهضه، احنا قاعدين نحضر مباراه نحضر لين ما وصلنا مباراه النهضه. كنت يعني انا مستعد لها استعداد كامل ولله الحمد. وبارك صراحه الجمهور واهالي الصحار بشكل عام يستاهل. موفقين ان شاء الله جميعا، هي مشكورين جزاكم الله خير. اذا يونس، هكذا انتهت هذه المباراه المثيره بالتعادل الايجابي بهدفين للكل. حقيقه كان صحار يستحق التاهل والنهضه كذلك يستحق التاهل، لكن في النهايه هناك فريق واحد